متخيل أن هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم كيعاودها للصحابة والصحابة مجموعين عليه، هو كيعاود هما كيبكي، تعاطفوا مع هذه القصة هذه وتفاعلوا معها وكل شيء سال الدموع ديالو في ذاك الوقت هذا. هذه القصة هذه كتبدا واحد الزمان اللي هو بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم هو كيعاودها، كيقول أنه كان واحد الوقت واحد الملك اللي هو طاغية. الملك هذا كان كيدعي الألوهية. وكيفاش كيدعي الألوهية؟ كان عنده واحد الساحر، يعني هذا الساحر هذا كان كيوهم الناس في شي أمور، يدير شي خوارق يعني اللي هي سحرية، شي مسائل سحرية باش كيسحر الأعين ديال الناس، وكيقولوا أن بصح هذا الملك هذا عنده مسائل اللي هي ديال الإله، فكان كيزيد يعني العبادة ديالو من هذا الملك هذا، وكيزيد الطغيان ديالو، وكيزيد أنه يخليه يتحكم في العباد في هذه المملكة هذه. يعني جميع المملكة كانوا كيقولوا صافي باللي هذاك هو الله، وكان كيدعي الألوهية دائما وأبدا. دازت الأيام وكبر هذا الساحر هذا، فجاء واحد الوقت هذا الساحر جلس مع الملك وقال له اسمعني مزيان، قال له أنا كبرت في السن وغادي نودع قريبا، يعني غادي نموت، إذا خصني شي خليفة اللي غادي يخلي لك الملك ديالك ثابت، واللي ما غادي يخلي حتى شي حد يشك في هذا الشيء اللي كدير في هذا. فقال له خصك تجيب لي شي غلام يكون ذكي ويكون مازال صغير باش نعلمه السحر باش يكون هو الخليفة ديالي. فالملك شاف وسوال ورسل المرسلين ديالو يجيبوا له شي غلام اللي هو ذكي وفاطن، فجاب واحد الغلام من اسباب الله سبحانه وتعالى، جاب واحد الغلام وبقى كيعلمه هذاك الساحر، بقى كيعلمه السحر. دازت الايام نهار على نهار، نهار على نهار، وهذا الغلام هذا كيدوز من واحد البلاصه اللي هي خاليه، دا واحد الكهف، وهذاك الكهف كان فيه واحد العابد يعني كيتعبد الله سبحانه وتعالى هذاك الكهف هذاك، وكان هرب من هذيك القريه حيت ما كانش يبقى كيشوف فيها بزاف ديال الامور، شاف تغيرات وبقى كيدعوهم من الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى شي واحد ما بغى يسمع له الهضره، فصافي شبر هذيك القنت هذاك وبقى كيعبد الله سبحانه وتعالى. فهذاك الغلام هو كيمشي عند الساحر يوميا يتعلم منه السحر، لقى هذاك الراجل تما هذاك العابد، فواحد النهار جلس معاه وسمع هذاك الكلام اللي كيقول وعجبو الكلام. فطرة هذا الطفل هذا كانت باقا سليمه، عجبو الكلام، كيفاش كيهضر على التوحيد وان الله سبحانه وتعالى كاين، هذا ماشي اله، هو غير انسان وبيده عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا الغلام هذا عجبته الحكمه وقال خاصو يتعلم عند هذا الحاكم هذا. فكان هذا الغلام هذا كان كيتعلم عند الساحر وفي نفس الوقت كيتعلم عند هذا الحاكم هذا، ولكن بعض المرات كان كيتعطل عند هذا العابد هذا. فملي كان كيجي عند الساحر يقول له علاش تعطلتي، ما كيجبر ما يقول، وكيسلخو بالدار، عاود كيرجع نهار على نهار حتى قال له هذاك الحاكم، قال له كيفاش شنو كيوقع لي، شنو كيوقع لي؟ قال له شوف، الا شخصك الساحر فين تعطلتي قولوا الاهل ديالي منعوني شويه، ولا تعطلتي على الاهل ديالك وسولوك علاش تعطلتي قول لهم بلي تعطلت عند الساحر باش ما يوقع لك حتى شي حاجه. واستمرت الايام وهذا الغلام هذا كيتعلم وكيزيد الايمان ديالو، وكيشوف باللي هاد الطريقين اللي ماشي فيهما محيرنو بجوج بيهم، ما عرف شكون هو الصحيح، واش الطريق ديال الساحر واش الطريق ديال الراهب. حتى واحد النهار هو ماشي كيلقى شي ناس مجموعين، بزاف ديال الناس مجموعين، فملي دخل وسطهم يلقى واحد الدابه، واحد الحيوان اللي منع الناس انهم يدوزوا. هذيك الدابه هذيك ما مخلياش الناس يدوزوا من هذاك الطريق هذاك، فقال هذه هي الفرصه، شبر واحد الحجر ومشى وقال يا ربي اذا كان الراهب احب اليك من الساحر فاقتل هذا الحيوان او هذه الدابه بهذا الحجر. يعني اذا كنت كتفضل الراهب على الساحر اجعل السبب في الموت ديال هذه الدابه هذه في هذا الحجر هذا. فكذلك وقع، ملي رمى هذاك الغلام هذيك الصخره جات في هذه الدابه وماتت. فالناس شكروا هذا الغلام هذا، ومن ثم عرف باللي الطريق ديال الراهب هي اللي احسن. فملي رجع عنده عاود له القصه قال له يا غلام لقد بلغت من العلم اكثر مني وانك ستبتلى، فاذا ابتليت فلا تخبر عني. يعني انت وصلت لواحد المرحله اللي هي عظيمه، وإلا سولوك او وقعت في شي موقف ما تدلش عليا، ما تقولهمش انا اللي علمتك هذا الشيء هذا. دازت الايام والغلام بقى كيحس انه في يده شي امور، حتى انه بقى كيشافي المريض الاعمى والبارص، يعني اي مرض على وجه الارض كان كيعالجوا هذا الطفل هذا، حتى العامه كان كيعالجوا، حتى الناس بقاو كيقولوا شوف هذا الغلام هذا، يعني هذاك الساحر علمه حتى ولا اكتسب هذا العلم هذا. والملك فرح بهذا الغلام انه تعلم السحر، وهذا الشيء هذا كامل كيعملوا غير سحر. حتى واحد النهار الوزير ديال الملك يعني ما بقاش كيشوف ابدا، رجع اعمى، فدلوه على هذا الغلام هذا وقال له
خصك تعالجني، انت كتعالج الناس خصك تعالجني باش نبقى نشوف. هذا الغلام هذا قال له انا ما كنعالج حتى شي واحد. قالوا داك الشيء بفضل الله عز وجل وباذن من الله، فاذا امنتي بالله انا غادي ندعي الله سبحانه وتعالى انه يشافيك. هذا الوزير هذا صافي امن بالله سبحانه وتعالى، فهذا الغلام دعا له وشافاه ورجع كيشوف. فهذا الوزير رجع عند الملك، ملي شافوا الملك كيشوف قال له كيفاش انت كتشوف؟ ملي سولوا الملك شكون اللي عالجك؟ قال له شافاني رب الغلام. قال له اولك رب سواي؟ قال له ربي وربك الله. فقال للعسكر ديالو والتابعين ديالو جيبوا لي هذاك الغلام. فملي جا هذاك الغلام بقى كيعذب فيه يعذب فيه يعذب فيه توراه هذاك الحكيم. فملي جابوا هذاك الحكيم حتى الغلام صغير وباقي يعني ما عندوش القوه او الاستطاعه انه يكتب بحال هذه الاسرار هذه. يعني ملي بقاو يعذبوه يعني بانواع العذاب، اعترف هذا الغلام هذا بان الحكمه جابها من عند هذاك الحكيم او العابد اللي كان كيتعبد بالكهف. ملي جابوه اعطى الاختيار لهذاك الحكيم، قال له يا اما تكفر بالله وتامن بي باللي انا هو الاله او نصفيها لك. فهذاك الحكيم يعني متشبث بالايمان ديالو، فجاب المنشار وقطعوه في النصف، يعني شي قطع هنا وشي قطع هنا، والغلام كيشوف هذه المساله هذه. وكذلك جاب هذاك الوزير وقال له واش تامن بيا وتكفر بالله او انك تستمر في الايمان ديالك؟ قال له غادي نستمر في الايمان ديالي. وكذلك وقع له نفس موقع من هذاك العابد، والغلام كيشوف هذه المساله هذه ودخل معاه الرعب والخوف. فملي وصل النوبه لهذاك الغلام قالوا الملك واش تامن او لا يكون المصير ديالك نفس المصير تاع هاد الناس هادو؟ قال له غادي نتشبث بالايمان ديالي. والناس وصل لهم الخبر وبقاو كيسمعوا ان هذا الغلام كيتحدى الملك وانه يعني ما بقاش كيامن بالسحر وهو كيعبد الله سبحانه وتعالى فقط. فهذاك الملك قال للجنود ديالو ديوه للجبل الفلان الفلاني، وصلوه حتى القمه ديالو وطيحوه من هذاك الجبل باش يطيح يتفتت في الارض. فعلا داوه الجنود حتى وصلوا للراس ديال الجبل. ولكن ملي وصلوا لراس الجبل الغلام قال واحد الدعاء اللي كان كيعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الدعاء اللهم اكفنيهم بما شئت. ففي هذه اللحظه تحرك هذاك الجبل وطاحوا هذاك الجنود من تحت، والغلام رجع في حاله ودخل عند الملك. حيت صافي كان وصل واحد المرحله ديال الايمان مابقاش كيهرب اولا كيخاف. دخل على الملك سولو قال له فين هما اللي صرت معك هذوك الجنود؟ قال له لقد كفانيهم الله. عاود قال للجنود ديالو ديوه ركبوه في واحد السفينه حتى توصلوه لنص البحر وسيبوه تما. داوه ركبوه في السفينه توصلوا لنص البحر. عاود قال اللهم اكفنيهم بما شئت. غرق كل شيء وهو رجع سالم غانم ورجع عند الملك. عاود مشي قتلو، قال الجنود ديالو عملوا له كذا وكذا. قال لهم لن تقتلني الا بهذا الشرط، يعني قال له ما غاديش تقتلني الا بواحد الشرط. قالوا شنو هو؟ قال له انك تجمع الناس كامله الامه ديالك كامله تجمعها في واحد الساحه وتجيب واحد الصليب وتربطني فيه، يعني انا يعني تربط لي يدي هنا ويدي هنا وتخليني في الوسط هذيك الساحه هذيك والناس مجموعين، وتجبر هذا واحد السهم وتقول بسم الله رب الغلام وطلق هذاك السهم. بعد هذاك السهم غادي يقتلني. هذا هو الشرط. الملك كان طلع له في راسو هذا الغلام والناس بقاو كيدخلوا في الايمان وبقاو كيشكوا في الربوبيه ديالو. قال صافي غادي نقتل هذا الانسان هذا ونتهنى. فكذلك وقع، جاب الناس جمعوا في واحد الساحه وعلقوا هذاك الصبي وزولوا له الحوايج ديالو كاملين، شبر واحد السهم وقال بالجهد بسم الله رب الغلام. فملي رسل هذاك السهم صافي تقتل هذاك الغلام. ولكن الناس كانوا كيشوفوا هذا المشهد هذا، يعني كل شيء بقى كيقول آمنا برب الغلام. الناس كلهم بقى كيقول آمنا برب الغلام. الملك عاد ما زاد صعر وطغى وقال للجنود ديالو هاد الناس هادو كاملين حفروا لهم واحد الحفره وشعلوا فيها العافيه، اجوها بالنار، يعني اجوها بزاف العافيه وسيبوا كل واحد فيهم. فهذه الاخاديد حفروها الجنود وشعلوا فيها العافيه وبقاو كيسيبوها فيها الناس. الاف الناس كيتسيبوا في العافيه. جات واحد المراه في يدها الصبي وحنات عليه، بقات كيدخل لها الشك، قالت لا يعني غادي ترجع الى الايمان ديالها، يعني في سبب هذا الغلام هذا ما تسيبوش معاه. ولكن الغلام انطق قال لها اصبري يا امي فانت على حق، ورمات نفسها حتى هي الام والابن ديالها وترماو الناس كلهم كلشي تحرق. وهذه القصه كانت هي قصه اصحاب الاخدود اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. كيقول الله سبحانه وتعالى في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. كانت هذه هي القصة اللي عندها بزاف ديال المعاني وعندها بزاف ديال
الحكم. اذا عجبتك هذه القصه ما تنساش تبارطاجيها مع الاصدقاء ومع الناس باش يكون عندك حتى الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ودير شي تعليق، تعطينا الراي ديالك في التعاليق كيفاش جاتك هذه القصه، واش عندك شي ملاحظه او عندك شي قصه بغيتي تشاركناها معنا، وعمل شي جيم بارطاجي.